السلام عليكم. خبر عاجل ومهم كيهم الدولي المغربي يوسف النصيري. أسد الأطلس كيعيش ضغط كبير في النادي ديالو التركي فنربخشة. المعلق الصحافة والجماهير التركية ولات كتنتقد بقوة النصيري، خصوصا على قلة الفعالية قدام الشباك في الماتشات الكبيرة. جريدة مليات كتقول بلي اللاعب كيدير مجهود بدني كبير وضغط عالي، ولكن الحس التهديفي ديالو هبط بزاف. المدرب ديال فنربخشة دومينيكو تيدسكو اعترف باللي النصيري كيمر بأزمة ثقة واضحة، وهاد شي ما عنده علاقة لا باللياقة ديالو ولا بالتكتيك. المسؤولون في النادي كينتظروا نصيري يرجع لمستواه قبل ما توصل الميركاتو الشتوي، باش ما يوليش ملف مشكل حقيقي. النصيري كان تعرض لصافرات استهجان من الجمهور ديال فنربخشة في دربي غلطة سراي، وهذه اللحظة زادت من الضغط عليه. النصيري مازال عنده ثقة الطاقم التقني، ولكن خصو يرجع يهز الشباك بسرعة قبل ما يطيح الفاس في الراس، وإن شاء الله كأس إفريقيا تكون هي الفرصة الذهبية باش يرجع قوي.